اهلا بكم، معاكم اسلام خالد والكلام على ايه؟ حلم العيش ينتهي بالموت قبالة سواحل اليونان. هذه الصورة وكارثة غرق قارب مهاجرين. قبل ما ابدا الفيديو النهارده حابب اعزي اهل اليونان واهل سوريا على الحادث المركبه اللي غرقت. اقول لهم قال الله وان شاء الله تكون اخر الاحزان، ونخش في الفيديو النهارده ونشوف ايه السبب وايه كل الكلام في حلقه النهارده. تمام، نبتدي بأول حاجة كده وهي الحادثة حصلت ازاي. ببساطة المركبة طلعت من سواحل اليونان وفضلت عايمة على وش المية لحد ما وصلت لعرض البحر، وبعد كده حصلت الحادثة. في ناس بتقول ان بسبب اليونانيين مركبة غرقت، اللي بيقول ان المركبة كانت مخرومة اصلا، واللي كان بيقول ان حصل عطل في المركبة، وكلام كتير. يا جماعة اليونانيين هم اللي غرقوا السفينة وهم اللي قلبوا المركب والله. بس بيظهر شخص كان اخوه على متن السفينة دي وطلع في فيديو وقال ان اليونانيين هم السبب في غرق السفينة، بسبب ان في قوات انقاذ كانت هتنقذهم، بسبب ان السفينة كانت عطلانة وكانت هتغرق حرفيا. فلما لقوا ان هم جايين ففضلوا يزقوا والتاني يزق ويحصل هرج ومرج كده لحد ما المركبة غرقت. يشدوهم هم اللي قلبوهم، هم اللي موتوهم. وكان اللي غرقوا من على متن السفينة كان 750، وكان من ضمنهم سوريين. واللي اتنقذ منهم 104، وكان بينهم 47 مهاجرين سوريين. وبيقولوا ان في 600 مهاجر مش لاقيينهم لغاية دلوقتي وهم مفقودين. بعد كده الحكومة اليونانية تعلن حالة الحداد لمدة 3 أيام من غير ما تكشف مين اللي متورط او مين اللي مسؤول في اللي حصل ده. وان الحكومة اليونانية اكتفت بانها تقبض على ال9 مصريين اللي كانوا على متن السفينة عشان كانوا بيقولوا ان هم مهربين. اما عن باقي الشهود كانوا بيقولوا ان السبب في كل ده هو الخفر الساحل اليوناني هو السبب في غرق المركبة. Μας είπαν ότι την ώρα που τους τραβούσε το λιμενικό τους είχε δέσει με ένα σκοινί. μετά από λίγο ξαφνικά αναποδογεί στο πλοίο χωρίς να καταλαβαίνουν και οι ίδιοι πώς. وبعد كده طلع رئيس وزراء السابق لليونان أليكسيس براس بالناجين من الحادث بتاع المركبة ويسمع منهم ايه اللي حصل في ميناء كارامال. αν έχουν ξέρουν κάτι να προσπαθούν να προχωρούν να παρακολουθούν ελληνικό λιμενικό αλλά δεν μπορούν. ومن هنا الدنيا اتقلبت، حصلت مظاهرة كبيرة جدا في ميناء أثينا في اليونان بيطالبوا فيها محاكمة أو محاسبة المسؤول عن اللي حصل لكل ده. طيب نيجي بقى هنا بقى النقطة، الناس اللي هي بتهاجر هجرات غير شرعية هي بتهاجر ليه؟ بتهاجر عشان الحالة الاقتصادية اللي في البلد عندها متدمرة زي سوريا، ربنا ان شاء الله معاهم ويعينهم على اللي هم فيه. مثلا شاب عاوز يكون نفسه، عاوز يشتغل بره عشان عاوز يقبض بالعملة الصعبة بدل ما بيقبض بالجنيه المصري، عشان شايف ان الدنيا هنا غالية والاسعار هنا مولعة، فعاوز يسافر عشان يكون نفسه. فللأسف بيعاني من هنا بقى مشكلة ان هو مش عارف يجيب تذكرة الطيران او يجيب تأشيرة، او ان هو خايف التأشيرة بتاعته ما تقبلش ان هو ما يطلعش فيزا، فبيبقى عنده مخاوف من الحتة دي. ومن الناحية التانية يفكر ان هو يهاجر هجرة غير شرعية، ولما بيهاجر هجرة غير شرعية يا اما بيتقفش يا اما بيغرق. ودلوقتي هنا جينا في اخر الفيديو وهنسأل كده شوية اسئلة. هل سفر الشباب لبره مصر عشان يقبضوا بالعملة غير الجنيه المصري هو ده الحل، ولا الحل بان احنا نحل الازمة الاقتصادية اللي بتمر بيها البلد؟ وطبعا عايز اعرف رايك في الكومنتات مين المسؤول عن الحادثة بتاعت المركب دي. ما تنساش تشترك في القناة لو انت مش مشترك، تنزل على كلمة سبسكرايب وتفعل زرار الجرس عشان يجيلك كل جديد. وما تنساش تعمل لايك وشير وتكتب لنا تعليقك في الكومنت وايه رايك عامة في الموضوع ده، وانت شايف مين المسؤول عن كل ده وايه الحل للمشكلة اللي حصلت دي. مستني رايك في الكومنتات والكلام على ايه.